بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم على 5 معلومات بتفيد العالم. أول معلومة فيها لماذا حرم الله علم الفلك؟ يعني إيه حرم الله علم الفلك؟ حرمه اللي هو فيها حاجات اسمها تطليع النجوم وعلم النجوم والحظ والطالع، ده من أعمال الجاهلية. وأعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بتطويرها. زي ايه؟ يعني زي ايام زمان لما جه سيدنا محمد والانبياء عليه الصلاه والسلام، اللي هم تطوير، اللي هم نشر الاسلام والوعي ويفيدوا في الجهل والحاجات دي. ايوه. ماشي. وفي حاجه اسمها كمان اللي هي الدجل والشعوذه والسحر والتطليع في النجوم، ده اللي حرمها الله ليه؟ لان في دجالين بتنصب على الناس، وفي دجالين بتقول ايه ده هتموت بكره هتعمل ايه، ومفيش حد عالم الا ايه؟ الا الله. نعم. ده بيزعل ربنا، بيزعل بالرسل، وبيزعل كل حاجه بتغضب ربنا، فحرمها وجزاؤه عند ربنا ايه؟ اللي هو نار جهنم. الله بقى عنه. تمام. جميل. وعندنا تاني معلومه عن قوة النمل. تستطيع النملة الواحدة بتحمل وزن 50 مرة. يعني ازاي؟ يعني سبحان الله، نملة أصغر نملة في قلب الكون، ربنا خلق أصغر نملة تشيل 50 مرة، سبحانك يا رب. سبحان الله. وده بيدل على قوة القوة العضلية المذهلة بمقارنة حجم النملة. يعني النملة صغيرة، أصغر حاجة خلقها ربنا في البشرية، وبتشيل 50 مرة، سبحانك يا رب. 50 مرة من وزنها. 50 مرة من وزنها. وتاني معلومة بنتكلم عن كندا وعدد البحيرات اللي فيها. يوجد في كندا وحدها عدد من البحيرات يفوق مجموع عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم. يعني كندا معروفة لها دولة صغيرة أوي عن بقية العالم. سبحانك يا رب، فيها جميع بحيرات، أعظم بحيرات وأكبر بحيرات فيها. سبحانك يا رب. تاني حاجة الماء وشكل غالبية جسم الإنسان. اللي هو بيشكل الماء أكثر من نصف وزن جسم الإنسان البالغ، مما يؤدي أهميته الحيوية. يعني الماء بيساعد على أهميتك الحيوية، هو اللي بينشر الوعي في جسمك وينشر الحيوية في جسمك، هو اللي بيديك الطاقة، زي الغذاء والأطعمة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تاني حاجة عن تغير العظم في الإنسان عند الولادة. يولد الإنسان ويحتوي على 300 عظم. سبحانك يا رب، الإنسان أول ما يتولد صغير 300 عظم، ولما عند البلوغ ينخفض هذا العدد إلى 206. يعني كان عنده 300 بقى 206. سبحانك يا رب. سبحان الله. وبسبب التحام بعض العظام ببعضها أثناء النمو. يعني العظمية لما كانت تبقى 300 كانت منفرقة، كان فيها تفرقات، ساعة لما اتلحمت بقت كام؟ 206. سبحانك يا رب. تاني حاجة بنتكلم عن المعلومات في القرآن. أول معلومة في القرآن اللي هي إيه؟ نزل القرآن في مكة بقاله 16 سنة. ماشي؟ ونزل القرآن في المدينة لمدة 10 سنوات. ونزل القرآن في السنة كلها 23 سنة. تمام. وعدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزء. كويس. وعدد أحزاب القرآن الكريم لا 60 حزب. تمام. وعدد سور القرآن الكريم 14 سورة. تمام. عدد سور 114. 114 سورة. عدد أرباع القرآن الكريم 24 ربع. عدد أسماء القرآن الكريم 55 اسم. تمام. عدد كلمات القرآن الكريم 77439 تمام. كلمة. عدد آيات القرآن الكريم، عدد الآيات اللي هي 6036 آية. عدد أحرف القرآن الكريم 32100 اللي هي ايه؟ 321250. أعظم سورة في القرآن الكريم سورة الفتح. تمام. أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي. جميل. أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة. أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين. الدين في البقرة. عارفها يا مصطفى؟ تقولها. أطول آية في القرآن الكريم هي اللي هي أطول آية في القرآن الكريم هي
فسقيناكم فأسقيناكم أسقيناكم. أكثر كلمة في القرآن الكريم كلمة طه. تمام. السورة التي تعد سدس القرآن الكريم سورة الإخلاص. تمام. سورة الإخلاص. السورة التي قيل أنها قلب القرآن الكريم ياسين. والسورة التي قيل أنها عروس القرآن الكريم سورة الرحمن. ونصف القرآن عند كلمة ويطلق فيها سورة الكهف. تمام. وفي 4 معلومات كمان عن ميكانيكا الطيران. ميكانيكا الطيران في حاجة اسمها عن القوة وأربعة الأساسية. ميكانيكا الطيران اللي بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على حاجة اسمها الوزن. تمام. الوزن ده اللي بيعدل الطيارة، لما بتيجي تركب الطيارة ده بيعدل وزنها، بتشوف ارتفاعها قد إيه من الأرض، بينك وبين الأرض، ارتفاعها إزاي بينك وبين الجو. تمام. وتاني حاجة اللي هي الرفع. بين قوانين ترفع الطائرة، تشوف بترفع قد إيه، ما بينها وبين الأرض قد إيه، بتستحمل رفعها قد إيه. كده. تاني حاجة الدفع، اللي هو دفع قوة الطائرة، بتدفعها يعني في الأرض، لو هترفع يجي 1000 كيلو لفوق، بتبقى شوف الارتفاع بيبقى قوتها عاملة إزاي وكده. وتاني حاجة في حاجة اسمها الديناميكا الهوائية، هي العلم الذي يدرس حركة الهواء. ديناميكا الهوائية هي العلم الذي يدرس حركة الهواء والقوة الناتجة عن تفاعله مع أجسام متحركة مثل أجنحة الطائرة. يعني جناح الطائرة بيشوفوا مثلا في طيارة صغير وجناحها صغير، ده بيعمل على قد الجناح. شوف الجناح لو طيارة صغيرة بتعمل جناح صغير، ليه؟ بيعمل على وزنها، وده اللي بيخلي الوزن بتاعها إيه؟ متساوي في الهواء. فهي الديناميكا الهوائية ضرورة لتصميم الأجنحة بشكل يولد قوة الرفع على لازمة الطائرة. تاني حاجة عن هيكل الطائرة وأنظمة التحكم. تشمل اللي هي ميكانيكا الطيران دراسة تصميم هيكل الطائرة بقوة وخفة ووزن. يعني إيه؟ يعني بقى الطيارة زي ما قلنا الطيارة صغيرة، مثلا الطيارة صغيرة بشوف مثلا هتستحمل قد إيه في الهواء. يعني مثلا الهواء في هواء تقيل، شوف الطيارة مثلا لو وزنها تقيل تستحمل إزاي في وزنها في الهواء وهي رايحة وهي جاية، وزنها إزاي مع الجناح مع القوة الدفع مع الوزن بتاعها وكده. وتاني حاجة بنقول على الصيانة وضمان السلامة. يعني مثلا الصيانة في مهندس الطيران، في هندسة الصيانة، ازاي بتحمي نفسك من ده كله، وبتحمي نفسك وتحمي شغلك وتحمي الشغل بتاعك. يعني مثلا في ناس بتعمل شغل، يعني مثلا شغل وحش، في ناس بتعمل شغل حلو وبتحافظ على سلامتها وبتحافظ على الناس وعلى العمل بتاعها. يعني في ناس بتعمل الطيارة بتاعتها، بتعمل تشكيل الطيران ازاي، بتعملها بشكل دقيق قوي، وبتحمي نفسها وبتحمي الشكل بتاعها. يعني في ناس بتعمل طيارتها على وزنها، وزن خفيف، طيارة خفيفة بس تبقى سريعة وزنها حلو، وطيارة تقيل وتبقى وزنها تقيل قوي في الهواء وممكن تقع. وفي ناس تعملها تقيلة بس وزن بتاعها تلاقيها خفيف ووزنها حلو. تشكر. كده خلصنا حلقتنا ويا رب تكونوا استفدتوا.